كل نهار نشوف في صغار تموت وتتقتل. بصراحة تعبت من هالمشاهد. الحقيقة عندك الحق، كمية الدمار والقتل ما ينجمش يتقبلها عقل أي إنسان، وهذا طبيعي. الكل شخص عنده حياة وإيمان في قلبه. أنا نحب نسألك، إذا أنت تعبت من الأخبار والفرجة كهو، ما تسألش كيفاش هما اللي قاعدين يموتوا لهم ناس عزيز عليهم كل لحظة ورغم ذلك صابرين ومحتسبين؟ مش عيب إن نقولوا تعبنا بعد شهر من الفرجة كهو وهما عندهم 75 سنة يحاربوا وحدهم؟ باهي وين رحمة ربي؟ وين العدل الإلهي؟ خلينا نتفقوا من الأول إنه أهلنا في غزة في معية الله، ولازم نشوفوا المشهد من عند الله، ما نشوفوش بعيننا احنا. ربي قال على اللي صاير: قاعدين نشوفوا في الموت، لكن في الحقيقة ما فمش موت، هادم أحياء عند ربي وانتقلوا للحياة الحقيقية. ناس ربي اختارهم واصطفاهم للشهادة، يعني أعظم من هكا جزاء ما فماش، وخاصة وأنه شهيد يشفع في 70 واحد من عائلته. الناس اللي قاعدة تموت ماشية المكان أحسن من اللي هي فيه تو. ما تعيطش يا زلمة، أنت زلمة، كلنا شهداء، كلنا مشاريع شهداء. الشهيد بتشفع على 70 واحد من أهل بيته، ل 70 واحد بتشفع. قرهان مش خسارة في ربنا، الله خلقنا والله بياخدنا والله يفعل ما يريد وإحنا الحمد لله صابرين. أما بالنسبة للعدل الإلهي، أنا باش نطرح عليكم الموضوع بطريقة عكسية. أولاً نتفقوا إنه أهل غزة أصلاً منتصرين، انتصروا من النهار اللي قاموا باللي عليهم، بل وأكثر، لأنه امتحانهم كان على مدى 17 سنة من الحصار، وكان له بعملية 7 أكتوبر، وبعد بالصبر اللي هما فيه. تو السؤال، هل هو عدل إن نفرحوا بالنصر وننالوا بركته لكلنا وإحنا ما عملنا حتى شيء من أجل القضية؟ يعني هل عدل إنه نتساووا مع أهل غزة اللي قدموا كل ما يملكوا وعملوا اللي عليهم في الدفاع على فلسطين؟ كيفاش نحبوا عدل ونصر لكل الأمة والأمة ما تستحقوش لأنها مقصرة؟ قبل ما نسألوا على عدل الله لازم نسألوا احنا شنو عملنا من أجل النصر؟ معناها النجم النصر ما يجيش؟ النصر أكيد، وهذا وعدنا به ربي في سورة الإسراء. والنصر مش مرتبط بالعدد ولا القوة. في غزوة الخندق تحالفت كل القبائل على الرسول وأصحابه كيف تو، لكن المسلمين خذاوا بالأسباب وأعدوا العدة وحفروا الخندق. كيف ما عملت المقاومة تو وصنعت سلاحها بأيديها وتقاوم بأبسط الإمكانيات. المعركة كانت قوية ومش متساوية في العدد ولا في العتاد، وأي حد يشوفها من برا يقول مستحيل ينتصروا، لكن المسلمين ما استسلموش وقعدوا ثابتين ومرابطين لأنهم كانوا واثقين من النصر اللي وعدهم به ربي. وفي لحظة ربي بدل حال بحال ونصرهم، مش بالقتال لأنه كانت المعادلة غير منطقية كيف اليوم زادة، لكن بعاصفة وأمطار قوية خلت العدو ينسحب. ربي طلب منا فقط ناخذ بالأسباب ونقوموا باللي علينا، والنتيجة غير مسؤولين عليها. معناها شنو لازم نعمله؟ كيفاش ناخذ بالأسباب؟ هنا اللي نجموا نعملوه يتقسم على زوز، تو وعلى المدى البعيد. بالنسبة لتو نتبعوا اللي صاير وما نتعودوش بالمجازر، وننشروا ونشاركوا ونحكيوا على القضية كل يوم، نقاطعوا المنتجات وحتى الناس وحتى المشاهير اللي تدعم الاحتلال، نحسنوا علاقتنا بربي ونخليوا ثقتنا فيه قبل أي حد، وندعيوا لهم كل ما نذكروهم. أما على المدى البعيد فما برشا خدمة لازمنا نعملوها، كيف أنا نخدموا بضمير ونحسنوا اللي نعملوا فيه باش نوليو شعوب أقوى وأنفع لرواحنا ولغيرنا.